يا صباح الخير والسعادة والجمال عليكم وعلى عيونكم يا أحلى متابعين في الدنيا. جمعة مباركة عليكم يا حبايبي. حبيت أصبح عليكم يوم الجمعة. النهاردة يومنا كان جميل وبسيط وروتيننا جميل جدا، بس أكتر الشغل النهاردة في المطبخ. تابعوني وخليكم معايا لآخر الفيديو، هتستفيدوا كتير جدا جدا. عملنا مع بعض حاجات حلوة في البيت، والكلام ده طبعا للبنات الحلوين الصغننين اللي لسه مبتدئين في شغل البيت كله، سواء في أكل ولا شرب ولا حتى روتين بيت. وعايزة أقولك يا قمر، ما تنسيش يوم الجمعة ده بالذات تخلي روتينك في البيت بسيط جدا، يا دوبك تساوي وتكنسي بس، وتخشي بقى على المطبخ تعملي أكلة حلوة، تعملي وصفة حلوة لولادك ولجوزك. خليكي دايما كده ليكي بصمة في حياتهم، وتكوني دايما مميزة عندهم بأفكارك الجميلة يوم أجازتهم، وخاصة عند جوزك، لأن يوم الجمعة ده الأجازة الرسمية لأي راجل من شغله. صح ولا لا؟ حسسيهم كده بالدفى الأسري، حسسيهم كده بكنة البيت. فطبعا مش معقولة يوم الجمعة تيجي بقى تفتحي وتطلعي فرش وتغسلي وتعملي كل ده، لا يا دوبك بنساوي السراير ونطبقوا كده الدفاية او البطاطين، ونخش نشوفوا المطبخ مستنينا وورانا ايه فيه. صح ولا لا؟ واهلا بيكم بقى يا حبايبي في قناتي، قناة بيتك منور مع سما. وما تنسونيش باللايك والاشتراك اللي اول مرة يشوف القناة. يلا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا بقى انا بعمل ايه. اول حاجة بعملها اول ما بصحى من النوم، ايدي على الشباك في اي اوضة، وحتى في الصالة، حتى كمان في المطبخ، افتح الشبابيك واشد الستاير، يقوم كده الهواء يخش ويتغير كده، وتطلع الطاقة السلبية وتخش لنا طاقة ايجابية حلوة بمنتهى النشاط كده والحيوية، وتجددي نشاطك وتقومي تعملي كل اللي وراكي واللي ناقصك في البيت وانتي كده مبسوطة وطاقتك متجددة. اني دوبك بس نفضت السراير، لازم تنفضيها، وبعد كده تقومي مطبقه بقى كده الدفايات او البطاطين، لو لسه مطلعه البطاطين او كده انا خلاص دخلتها طلعت بس الدفايتين دول. وهساوي السراير زي ما شفتوا كده بعد ما فتحت الشبابيك، اسوي بقى كده الملايات والمخدات وهنفض بس الملايه كده زي ما هتشوفي كده معايا. وخلاص على كده النهارده الجمعه، وانا مش حابه اقلب البيت بقى واجيب عليه واطيه وكده، لا احنا يا دوبك بنساوي كده علشان الدنيا تتظبط معانا. وهنشغل القرآن كمان يوم الجمعة بقى. يا سلام لما أول حاجة تعمليها تفتحي شبابيكك وتوضبي بيتك وتشغلي القرآن، وكمان تولعي بخور. يا سلام على كمية الراحة النفسية، ايه الجمال ده. جربي كده واعملي الخطوات البسيطة دي، هتلاقيكي كده من جواكي مرتاحة راحة ما في بعدها راحة. وطبعا بتقومي بقى داخله شايفه فطروا ايه عملوا ايه. انا طبعا في حاجات كتير ما صورتهاش اختصارا للوقت، لان النهارده كان اليوم بصراحه مليان إيه حاجات كده تفاصيل جميله، فقلت اختصر معاكم الفطار. دايما يوم الجمعه فول وفلافل وجرجير وخس طماطم وجبنه وبيض مقلي، يعني الفطار الشعبي بتاع كل البيوت المصريه يوم الجمعه. لان يوم الجمعه بالذات بيبقى يوم التجمع العائلي، اللي وراه دروس اجازة واللي وراه شغل اجازة، عكس كل يوم اللي موجود النهاردة بكرة وراه مصلحة، وراه درس، وراه شغل. فطبعا ايه بتعملي فطار كده سريع للي بيبقى موجود، سندوتشات وكوباية شاي بلبن وكان الله بالسر عليه. بس كده ودخلت على اوضتي زي ما شفتوا، طبقت بطانيتها وسويت السراحة وكنست وعملت كل التفاصيل اللي عملتها في بقية الشقة. ودخلت جري على المطبخ عشان نشوفه ورانا ايه بقى فيه. طبعا كان فيه مواعين برضو اتغسلت، بس حبيت اصور لكم الاكل، لان الاكل اللي انا عاملاه النهارده والله برضو ينفع للبنات المبتدئين في المطبخ، اللي نفسها في كفتة رز او نفسها تعملها لزوجها ولا تعملها لأي حد ومش عايزة تنزل تجيب تعملها من تحت او تروح السوق تعملها عند الجزار. انت تقدري تعمليها بربع مفروم بس لو عندك في الفريزر. بصوا طبعا انا كنت جايبة كوبايتين رز فقط لا غير، بلاهم ومصفياهم وطحناهم في مطحنة الخلاط، عمل لي دقيق رز، يعني الكوبايتين رز بس على الربع كيلو لحمة مفرومة.
يبقى ربع كيلو لحمه مفرومه عليه كوبايتين رز وربطتين خضره وبصلايه حجم متوسط وثلاث فصوص توم. دي مقادير يا حبايبي كفتة رز. تعملي ايه بقى في اول خطوة لو هتعمليها في البيت؟ تغسلي بقى الرز بتاعك وتبليه كده حوالي ساعة وتصفيه من ميته وتسيبيه كمان نص ساعة كده بس ينشف. الموضوع ياخد منك بس وقت في التفاصيل البسيطة دي، بس الموضوع سهل جدا، خطواتها سهلة جدا. تمام. وبعد ما ينشف معاكي هاتي مطحنة الخلاط وطحنيه كده زي السكر، مش احنا ساعات بنطحن السكر يبقى بودرة، اعملي كده في الرز. اول ما يبقى بودرة معاكي اللحمة المفرومة اوتوماتيك عندك جاهزة مفرومة، انت شاريها مفرومة، وربطتين الخضرة تضربيهم مع البصلاية وثلاث فصوص توم مهروسين. واول بقى ما يتفرموا كده في الكبة تقومي نازله عليهم بقى ايه بدقيق الرز واللحمه المفرومه. انا كنت حاطه بقى اللحمه المفرومه على دقيق الرز ده وحطيتهم بقى هما إيه التلات مكونات على بعض كده ايه في الكبه، وسبتها بقى تلف لفتين تلاتة أربعة لحد ما نعمتها للآخر. بس كنت المفروض أطحن الخضرة أكتر من كده علشان إيه تبقى ناعمة معايا وما تبقاش باينة قوي في العجينة. بس هي ما أثرتش خالص على الكفتة بتاعتي، بالعكس وكان طعمها حلو جدا وما كانش فيه أي حاجة في العجينة مش مظبوطة. والله يا بنات جربي المقادير بتاعتي دي بالملي في كفتة الرز اللي هتعمليها في البيت، وموفرة جدا جدا معاكي. بربع كيلو لحمة مفرومة تقدري تعملي أحلى عجينة كفتة الرز، تملالك ما شاء الله اللهم بارك حلة تكفيكي يومين، مش هقولك يوم واحد. وبعد بقى ما نعمتها جدا جدا بصوا بقى نعمت معايا كده وعملت عرق زي ما انتم شايفين. نزلت بقى بالبهارات. ايه بقى بهاراتك؟ ملح، فلفل، إيه بابريكا، ويعني اقول لك ذره جوز الطيب. بصراحه كانت مديها طعم يا بنات مش عايزه اقول لكم على الجمال. ماشي. وذره برضو بهارات لحمه حاجه بسيطه. وفضلت كده اقلب بايديا واعجن بايديا كده. انت ممكن تقدري تعملي الخطوه دي من اولها لاخرها في بايديكي لو انت شاريه المفروم جاهز من بره وطحنتي الرز في مطحنة الخلاط، وفي الخلاط ضربتي البصلايه كده مع ربطتين خضره بشويه ميه صغيرين، وبعد كده تصفيهم من الميه وتحطيهم المكونات على بعض وتعجني كده بايدك. هتبقى زي دي بالظبط بس هتاخد منك وقت شويه. انا كنت بعمل كده قبل ما اجيب الكب بس كده، وطبق صغير فيه شوية زيت وادهن بايديا وافضل بقى اصبع حبة كور حبة صوابع، انتي بقى وراحتك وزي ما بتحبوا الكفتة بتاعتك. هتجيبي الحلة بتاعتك هتحطي معلقتين سمنة ومعلقتين زيت، وتكوني برضو فرمة حوالي او هرسة كده حوالي 4 5 فصوص توم على شوية ملح وشوية فلفل وشوية برضو بهارات حاجة بسيطة، وتنزلي بيها على السمنة المادة الدهنية اللي انت حطاها في الحلة. اول بقى ما لونها يصفر، مش عايزينه يغمق، يصفر، تكوني ضربة كمية الطماطم المناسبة بتاعتك في الخلاط وتنزلي بيها بس، وتزودي شوية ملح بس حاجة بسيطة وتقفلي على الحلة تسبك. انا بعمل صلصة كفتة الرز بالثوم مش بالبصل، ودوقي بقى الجمال، جربيها بطريقتي تعجبك جدا جدا. واول الصلصه ما بدات كده تدخل في التسويه قمت مقطعه بطاطستين كده مكعبات وخليتها كده ايه تستوي معاها ايه نص تسويه، لانها هتكمل سواها كامل مع الكفته. وانا واقفه كده على السريع عملت شويه رز بشعريه ما شاء الله، ما هي كفته الرز ما تحلاش غير مع الرز بالشعريه، وفي ناس او مناطق كتير بتاكلها مع الكسكسي. طب احنا عندنا بصراحة بناكلوها مع الرز بالشعرية بتبقى تحفة. وانا كمان عايزة اقول لكم على معلومة عشان تاخدوا بالكم منها. بصوا الكفتة لا فتحت معايا ولا جرالها اي حاجة لان مقاديرها مظبوطة. عشان الكفتة بتاعتك ما تتهريش في الصلصة وكمان كده تختم في الحلة وتبقى جميلة وتلاقي سواها كده مظبوط، حمريها زيادة في الزيت، يعني ما تخليهاش نص تحميرة كده. في بقى طبق تاني ما حطيتوش في الصلصه ده بقى اللي كان نص تحميره، بنحبه ناكلوه كده إيه ناشف، بنحب الكفته كده ساعات ناشفه بتبقى جميله جدا. بصوا قلبها من جوه جميل ازاي وحلوه وما فتحتش خالص. خدوا بالكم كده يا ولاد من الكفته ما فتحتش خالص. يعني الطبق ده انا كنت حشاه كده نقزقزوه حلو جدا، في منه المتحمر زياده وفي منه اللي ايه
يعني ما تحمرش قوي، احنا بنحبوها كده يعني. بصوا جميله جدا. وده بقى الكفته اللي انا نزلت بيها في الصلصه. بصوا بقى الجمال، بصوا بقى الحلويات، بصوا الحله تفتح النفس ازاي. ويجي الرز بقى بالشعريه. خلاص خلاص، الاكل كان جميل ويفتح النفس. جينا بقى على العشاء. العشاء اللي هو ايه يعني ما بين المغرب والعشاء كده. ما تقومي يا ماما تعملي لنا بيتزتين يا ولاد، احنا لسه بقى واكلين، خلوا العشاء حاجه خفيفه. النبي يا ماما قومي نفسنا فيها. انا بقى بتهرب منهم بصراحه لاني انا مش متمكنه قوي فيها. انا بفضل اشتريها عن اني اتكسف قدام العيال. بس قمت بقى قلت لحد امتى هفضل يعني ايدي مش مظبوطه في البيتزا؟ ده انا ايدي في الفطير مية مية، وايدي في الكحكه، وايدي في البسكوت. يعني هي جت على البيتزا ده اسهل منهم. اتوكلي على الله ويلا واستعيني بالله. وسميت برضو بالله. وقمت جايه داخله عملت بقى شويه بيتزا يا ولاد، احلى 3 بيتزات عملتهم. ببص في التلاجة على الحشوات، محدش راضي ينزل. طب مش انتوا عاوزين بيتزا؟ انزلوا هاتولي حشوات. مرضوش. بصراحة بيني وبينكم قلت احسن توفير. مشيت نفسي باللي موجود في التلاجة. كان شوية بسطرمة صغننين، على شوية جبنة تركي، على شوية جبنة خزين، وقلت طماطمتين عليهم، وشوية برضو جبنة موتزاريلا كانت باقية عندي. وبس كده. بصوا بقى العجينة حلوة اللهم بارك، وطرية وهشة ازاي. بس انا الصينيه دي ما توصتش بالموتزاريلا قوي، بس كان طعمها خرافه. عايزه اقول لكم كانت حكايه. حطيت الموتزاريلا اللي يدوب تثبت الحشوات. كنت عامله كمان باللانشون، يعني عامله بيتزايه بالبسطرمه والطماطم كده والجبنه التركي، وعامله بيتزايه بالجبن بس، وعامله بيتزايه باللانشون. والله بصوا اعتبر كده ايه مقيفه ال3 بيتزات باللي موجود والله عندي في التلاجة. لسه بقى عايزين ننزل نجيب ايه حاجات للتلاجة بصراحه. بصوا بقى البيتزا وجمالها حكاية والله يا ولاد. بصوا بشوية الحشوات البسيطة اللي كانوا عندي، بس اللي كانت بصراحة أحسنهم وأنا تفوقت على نفسي فيها بيتزا البسطرمة. كنت متوصية بقى بالموتزاريلا فيها. بصوا بقى بتمط وجميلة ازاي. والبيتزا نفسها كانت حكاية والله. والجبن واللانشون كانت خرافة. احنا خلصنا واحدة واحنا واقفين. انا على ما دورت وطلعت البيتزتين التانيين، البيتزا اللي باللانشون خلصناها واحنا واقفين انا والعيال. العجين اصلا في البيت رزق، وريحة الخبيث في البيت عمار وخير. ربنا ما يحرم بيوتكم ابدا منكم ولا من عمايل ايديكم، ويخليكم لولادكم. ده كان الفيديو بتاعي النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ودايما يا حبايبي ما تنسونيش باللايك والاشتراك. للي اول مرة بتشوف قناتي فعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله.